السلام عليكم، عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل لعبه رعب البنديتا، او بالاصح هنخلي بنديتا وحش لعبه رعب. واللي ما يعرفش بنديتا، ما يعرفش ازاي حد ما يكونش عارف بنديتا. هو واحد من اكبر يوتيوبرز الوطن العربي ومن افضلهم بالنسبه ليه. هو معروف عنه انه بيحب البطاطس هذه هنا أنا أقتلك عشان بطاطا. قوي. فانا قررت ان احوله لوحش لعبه رعب بيطاردك عشان ما تاكلش البطاطس بتاعته. بس قبل ما نبدا المقطع انزل تحت اعمل لايك واشتراك، ويلا خلونا نبدا. عملت اللاعب بتاعنا وعملت الكود بتاع تحكم اللاعب. كده المفروض نقدر نمشي، بس تقريبا الناس الحقيقة مش بتمشي كده. صلحت المشكلة والمفروض نقدر نمشي دلوقتي. هليكوبتر هليكوبتر. تمام كده اشتغلت. نظام اللعبة هيبقى عبارة عن انك بتجمع البطاطس اللي هيبقوا موجودين في الماب من غير ما تخلي بنديت يمسكها. بدأت على طول اعمل السكور اللي هيعرفك معاك كام حب. وجبت البطاطسية بتاعتنا. انا نفسي جوعت من شكلها الكذب. عشان تعمل لعبة رعب انت محتاج 5 حاجات اساسية. محتاج ماب، وحش، اصوات، هدف للعبة، وكانت في حاجة خامسة بس انا مش فاكرها دلوقتي الحقيقة. ما علينا، هو الهدف هو انك بتجمع البطاطس، فاحنا كده عملنا اول حاجة. الحاجة التانية اللي المفروض نشتغل عليها اللي هو الوحش اللي هو هيبقى بندر. بس في مشكلة واحدة، انا مهارتي في التصميم ال 3D زي البطاطساية دي بالظبط. فهنحتاج طريقة تانية نعمل بيها مجسم بنديتا. وانا لقيت موقع بيستعمل الذكاء الاصطناعي عشان يحول صور الاشخاص لمجسمات 3D. بس الاول هنحتاج صورة كويسة لبنديتا. طبعا انا لقيت الصورة دي يا جماعة وانا شايف انها تبقى مثالية لعبتنا. عملتها على الموقع والنتيجة طلعت فعلا احسن ما انا كنت فاكر بكتير. طيب ده شكل المجسم، بس الاول هنحتاج شوية تعديلات عشان نخلي المجسم مرعب شوية. اول حاجة خليت عينيه كلها بيضة زي الهيرو براين بتاع ماينكرافت. من الحاجات اللي معرفة عن بانديتا ان عنده ضربة كف على الايد بتبقى مؤلمة شوية. أنا أوريك ذحين حاسب نفسك. فانا كبرت الكف بتاعه عشان يبقى مناسب للعبتنا. ده شكل النموذج النهائي اللي هنستعمله. عشان تعمل لعبة رعب برضه لازم يبقى الوقت ليل، الا لو هتعمل لعبة رعب عن بايب طبعا. فانا خليت الدنيا ليل. ده شكل اللعبة بتاعتنا لحد دلوقتي، واحب اقول لكم ان شكل اللعبة هيتغير تماما. غيرت الارضية عشبية وعملت الجبال دي. لقيت الشجرة دي وحسيت انها هتبقى مناسبة للعبتنا، وده شكلها جوه اللعبة. بدأت اعمل في اول جزء في الماب اللي هو هيبقى الغابة. وانا متأكد ان شكل اللاعب مش عاجبكم ولا عاجبني انا شخصيا، فقررت اخليه احسن بكتير. اديت له نضارة شمس. لا ومش كده بس، خليت لونه احمر كمان. Why you bully me? نيجي لعبتنا، ويلا على ما انا اضيف العشب ده انزل اعمل الاشتراك ولايك وما عملتش. ويلا انا مستني، لسه مستني. خلصت. اوكي نيجي لعبتنا. عملت كشاف للعب. غيرت البطاطس الكريسبي بتاعتنا لمجسم تاني، وده بقى شكلها جوه اللعبة. شلت الجبال عشان حسيت شكلها مش حلو. عملت القرية المهجورة دي. عملت المستودع ده. أخيرا عملت بيت المزرعة المهجور ده. عملت نظام زبون للبطاطس بحيث إن كل جيم هيبقى فيه 8 أماكن هتغيروا، وكل جيم هيبقى فيهم بطاطس تجمعهم عشان تفوز. طب كده اللعبة تعتبر مكتملة، بس فاضل حاجة مهمة جدا في أي لعبة وهي الصوت. حاليا اللعبة عاملة زي كده، مفيش حتى صوت صرصور الحالي اللي شغال ده، أنا اللي حاطه في المونتاج. ظبطت الصوت وكده اللعبة اكتملت. بس لحد دلوقتي هي لعبة رعب عادية، فأنا قررت أضيف صوت بانديتا جوه اللعبة. عملت كده عن طريق إني جمعت لقطات البانديتا وقعدت أعدل عليها وحطيتهم جوه اللعبة. وبكده تكون اللعبة خلصت بقى مع جيم بلاي ليها عشان تشوفوا النتيجة النهائية. بدأ يتعصب والأنواع قلبت. ركز يا بابا، شافني. ركز. و شافني. يلا. واحدة هنا كمان. سمع صوتها. واحدة هنا كمان. أنا أقتلك عشان بطاطا. واحدة هناك. لو عشت هروح اجيبها.
يا اخي تخيل تبقى انت اللي عمل اللعبه وتخسر، مش هتفوز. والله يا جماعة لو احنا في مطعم وابغى حاجة اجلدك بها بس ما ادري ايش. قريب اوي. اوه شفت. طيب يلا المدى هنفوز. يلا يلا همشي منها بسرعة. ده هناك اهو. ما زي بقى يلا. هذا لعيب يا جماعة. في واحدة هنا اهي. مش هاخدها هسيبها اللعبة. عارفة كاملة. خدناها. واحدة كمان. خدناها. واحدة كمان. نايس والله. في واحدة أخيرا مش عارف مكانها. ده في واحدة هناك اهي. دي صعبة قوي. بحاول اخدها واجي بسرعة. اوه ده هنا. بس ما خدتهاش. ركز يا بابا، ركز. شافني. انا اقتلك عشان بطاطا. اوه إيه بص بص ينزل دي. يقولون كيف مات والله قتلوا عشان بطاطا. بص بص بص. اوه السمنة خلصت بتاعتي. ويس. اوه نغبت حالي بسرعة. يا جدعان. اهي والله يا ابني. واحدة كمان. فزت اللعبة في الوقت ده العبها وشوف انت هتعرف تسبقني ولا لا. بس اللعبة دلوقتي فيها نسخة للكمبيوتر بس ان شاء الله هيبقى عمل نسخة للتليفونات. ده كان فيديو النهاردة وهو برضه اول فيديو في القناة، فلو عجبك اشترك بقى عشان تشوف الفيديوهات اللي هنزلها، ولا احب اقول انها هتعجبكوا اوي. ويلا سلام.